بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بكل المشاهدين في مصر وخارج مصر وحلقه جديده من برنامجكم من كل بلد اكله. النهارده الاثنين يعني معاكم الشيف نبيل عبد الله على مدار الساعه من 37 قناه العيله. احنا طبعا شهر رمضان وشهر رمضان مبارك وبيحب الاكل الحلو الجميل على مائده الافطار الرمضانيه الجميله متعلقه دايما بكل اكلاتنا في بيوتاتنا العربيه. اول حاجه اقدمها لكم مشروم بالدجاج المشوي، مشروم مع الدجاج المشوي. هنشوف المشروم بالكزبره والثوم مع الدجاج المشوي شكله ايه مع بعضينا. ده اول طبق على اساس انه يبقى طبق صحي، وهنطبخ معاه رز ابيض وطريقه الطبخ الرز الابيض السهله الجميله اللي متعودين عليها. تاني طبق عندي حساء العدس بالبطاطس والجزر. كل الفنادق وكل الدنيا كلها بتقدم حساء العدس في شهر رمضان بالبطاطس والجزر. هنشوف حساء العدس بالبطاطس والجزر وهنقدم معاه من المخبوزات والحاجات دي عشان نتالق في مشروب حساء العدس. بعد كده ميكس سلطه بالبيض، ميكس سلطه بالبيض. هنشوف برضو ميكس سلطه في الحلقه مع بعضينا. وبعد كده كان طلبت مني مشاهده قالت لي عايزه حلوه بطاطا، البطاطا الحلوه ازاي تطلع مسكره وازاي الصينيه بتطلع والكلام ده كله هعملها لها ان شاء الله، اللي هي ام جوزيف صح طلبتها مني، فقلت لها اعملها لك الحلقه الجايه. انا زي ما بوعدكم كلكم ان اي حاجه تطلبوها بتنفذ فورا، اما في الحلقه او بنجاوب عليها او بنأجلها مثلا لحلقه بعديها. هناخد فاصل سريع ويلا نطبخ بعد الفاصل. فاصل ونواصل بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل مباشرة مع مطبخ سالي جميل مع شيف نبيل. يلا نطبخ مع بعضينا. هنطبخ يا شيف نبيل. عندي انا جايب مشروم كام وحدة مشروم حلوين كده، يعني تقريبا 300 جرام مشروم، وعندي معلقة مستردة، وهاخد معلقة صلصة هنا، وعندي جنزبيل، وعندي كزبرة، وعندي رز اهو بالشكل ده. اول حاجة اعملها عشان ما نعطلش نفسينا ونعمل الطبخ السريع زي ما احنا متعودين، ده بتبقى دي ميه مغليه او شوربه زي ما انا عودتكم. ادي عندي الرز هنا اهو. هبدا ان انا احط معلقه زيت خفيفه وابدا اطبخ الرز بالطبخ السهل الجميل اهو اهو. دي معلقه زيت خفيفه. اول ما يسخن كده احط الرز بتاعي مع بصلايه كمان اهو عشان ما نزعلش، مع بصلايه واديله كمان كام وحده مشروم. يبقى الرز هنعمله مع بصل ومشروم اهو. بقطع انا البصلايه كده واخد المشروم كده بقطعه، وعندي هاخد توم مع المشروم. عندك توم مفروم؟ هاخد توم مع المشروم اهو. ادي المشروم اللي اتحط مع طبعا مع اللي هو الرز، دول شويه كده مع الرز اهو. هبدا ان انا احطهم كده اهو بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو. وده الرز معايا، هي مقدار من الرز بسيط، يعني كوبايه رز كفايه قوي. احنا بنديكوا اللي عايز يعمل كوبايتين يعمل 3 على حسب عدد افراد الاسره. وطبعا انتوا عارفين ان الرز ده يعني الدول العربيه وطبعا او العرب بصفه عامه بياكلوا 180 كيلو في 360 يوم، 180 كيلو في 360 يوم. اما اوروبا بتاكل تقريبا من 6 ل 8 كيلو. ما بتحبوش قوي الرز، هي اهم حاجه البومفريت والشيبسي والبطاطس بكل انواعها والحاجات دي كلها. وبطاطس بقى بوم كروكيت وبوم باكيت واصناف واشكال من البطاطس كتيره قوي 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 اهو. هبدا ان انا احط الرز عشان طبعا احطه على النار اهو. نزلت انا مقدار الرز مناسب اللي هو كوبايه الرز زي ما قلت لكم، والكوبايه هتاخد كوبايتين ميه لان ده رز بسمتي. هو مش طويل الحبه، هو وسط، بس الكوبايه هتاخد كوبايتين ميه. هقلب انا كده اهو. يبقى ناقص له ايه؟ هاخد له شويه الملح عشان المذاق بتاع الرز. ادي شويه الملح اهمت. لو حبيت احط شويه فلفل لا بأس، ادي شويه فلفل. وممكن نديله حاجه حلوه كمان كده اهو، ناخد له شويه بقدونس معاه اللي هو كزبره وبقدونس
او عشان يبقى متخضر شويه. حياتنا لازم تكون خضراء، لازم يكون فيها خضروات، عشان طبعا الصيف وشهر رمضان المبارك والحاجات دي كلها الحلوه الجميله. حطيت هنا طبعا ملح وحطيت كل حاجتي. هبدا احط مقدار الميه المناسب اهو. هجيب كلوش او اجيب مقصوصه او اجيب حاجه واقلب كده اهو، بقلب كده اهو واشوف له غطاء واغطيه اهو كده. حلو، مقدار الميه المناسب انا حطيته. انا بحط بالوقت يمكن لان دي ممارسه الحياه في الصحه وسلامه الغذاء والاكل والطبخ والحاجات دي بتخلينا نحط مقدار الميه اللي هو مقدار الميه ما فيهوش مناقشه. طيب تاني حاجه انا بعملها، هبدا اقطع المشروم ده كده اهو. بقطع مع بعضيكم مشروم اهو، لازم اقطعه سلايز كده عشان هو ده اللي انا هاخده سوتيه واقدمه مع الدجاج بعد ما يشوي، ويهدي تتبيله الدجاج مع بعضينا. هنشوف شكلها ايه اهو كده اهو. هقطع انا كل المشروم. وادي الرز على النار، عايز اغطي لحله الرز دي. وادي طبعا التتبيله هنا هبدا ان انا اعملها لكم اهي امامكم. هنشوف هنحطها نعملها في البوله دي. اجيب معلقه وناخد معلقه صلصه هنا اهو كده، وناخد شويه جنزبيل هنا اهو كده اهو، وناخد طبعا معلقتين 3 زيت كده اهو، عشان طبعا تتبيله الدجاج المشوي مع المشروم مع الرز بالمشروم اهو. واخلط الحاجات دي. ما انساش طبعا اخد شويه الملح، ما انساش اخد شويه الفلفل كده اهو. تعال شيل ده بسرعه. ما انساش اخد شويه فلفل كده اهو، الحاجات دي كلها. وابدا ان انا اتبل قطع الدجاج الفيليه. هاخد كمان شويه زيت بسيط كده كمان، وابدا اقدم اتبل طبعا قطع الدجاج دي اللي هتشوي معايا، ونقدمها مع الرز بالمشروم. والرز بالمشروم على النار، الرز بالمشروم رز ابيض ومحطوط عليه مشروم ومحطوط عليه بصلايه، وحطينا ملح وفلفل معاه. انا عملت التتبيله دي امامكم، وهبدا ان انا امسك الكلوش واشويها بقى على الشوايه الكهربائيه اهو. ادي الشوايه بحط همسه زيت خفيفه، وابدا ان انا احط قطع الدجاج دي عشان تشوي معايا بالشوي السهل الجميل اهو. طبعا لازم لما انا احطها على الشوايه مش ما اقلبهاش بسرعه عشان تاخد علامه الجريتان بتاعتها. احط كل دول مع بعضيهم كده اهو عشان تاخد الجريتان بتاعها اهو. هات المعلقه. وادي المشروم اهو، وعندي طبعا مستردة، وعندي صوص طماطم، وعندي الكزبره، وهاخد شويه توم كمان معاهم. شويه توم. في توم. وابدا ان انا احرك المشويات دي كده اهو. الله 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 الله، خدت علامات الشوي الحلوه الجميله اهي. خدت علامات الشوي اهي معايا او شايفينها، واخده علامه الشوي اهي. وانا زي ما قلت ان انا لازم اهو بالشكل ده كده اهو اهو. خدت علامات الشوي اهي. انا بشويها والرز على النار. نقلب كده ونشوف الرز عمل ايه معانا. ادي الرز اهو بيتشرب اهو ما شاء الله اهو. شايفين المشروم، شايفين البصل، شايفين البقدونس اللي دخل والكزبره اللي دخلت مع الرز مع المشروم. هبدا انا اعمل انا هنا ايه بقى الخطوه الثانيه دي. احط همسه زيت كده خفيفه، واخد شويه توم هنا كده اهو. ادي شويه التوم دول لان هعمل بهم انا سوتيه المشروم مع الكزبره. سوتيه المشروم مع الكزبره اهو. انا التوم اهو اتشوح معايا اهو، وانزل بالمشروم اهو، وهنزل بالكزبره معايا كمان اهي، واقلب مكوناتي كده اهو. بقلب مكوناتي اهي، بعمل انا السوتيه اهو، واخد شويه الكزبره والبقدونس دول اكمل بيهم هنا الرز اهو. ده يبقى انا طبقي مكون من 3 حاجات. الحاجه الاولى ان انا عملت اهو شوحت انا المشروم، وبعد كده عملت الشوايه حطيت عليها قطع الدجاج الفيليه، وتالت حاجه اللي هو حطيت الرز على النار اهو. بالشكل ده كان المشروم مستوى معايا. هبدا ان احط له همسه ملح كده بسيطه، وهبدا احط له شويه برضو فلفل بسيط كده اهو عشان يدي مذاق حلو وجميل. ولو في عصير ليمونيه ممكن اطفيها عليه عصير الليمونيه، يبقى هو ده المشروم اللي هيتقدم مع اهو. واخد كده السكينه واقطع الليمونيه دي كده اهو، وابدا ان انا هعصرها
هيعمل حاجه حلوه قوي قوي، يعمل مزازه حلوه في المشروم الفريش اللي انا طبعا مشغله مع الحاجات دي اهو. ابص تاني على الرز اهو ما شاء الله جميل. الشوايه عامله شغل عالي قوي قوي. هبدا ان انا اشيل الدجاج المشوي اهو. شلت انا قطع الدجاج المشويه اهي زي الفل اهي، مشويه اهي زي الفل. هبدا ان انا اشيلها اهو مع بعضينا اهو بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو، واطفي الشوايه عشان اوفر في الكهرباء. يبقى انا عملت ايه؟ من تاني انا عندي حاجتين عملتهم. ايه هما؟ من تاني ان انا شويت الدجاج، تبلته ثم شويته، ده رقم واحد. رقم اتنين ان انا عملت اللي هو المشروم السوتيه بالكزبره والبقدونس والثوم واديته طشه ليمون. والتالت حاجه عملتها ان انا حطيت الرز على النار. الرز بيتشرب اهو جميل قوي قوي، عمال بيتشرب الميه. وطبعا ما بياخدش وقت ليه؟ لان انا حاطط ميه مغليه او شوربه مغليه. قلت اما شوربه مغليه او ميه مغليه. لو حبينا ان نحط طبق صغير ونرسم فيه الحاجه دي، هناخد شويه ديكور من طبعا المساعد بتاعي ونحط كام قطعه مع المشروم، وبعد كده هنحط طبق تاني اللي هو هيبقى المشروم مع الدجاج مع الرز، لان الرز لسه ما استواش. او ممكن نحط الرز لوحده. اديني ديكور هنا. ادي الطبق اهو امامكم. فين ديكور الطماطم؟ لسه. ادي الديكور هنا. هبدا ان انا احط كده كام طبعا اللي هو فرع الشجر اللي عامله لي عبد الرحمن. وادي طبعا ليمون حواليه كده اهو. ادي كام قطعه ليمون اهو. واجيب هنا بقى هجيب قطعه دجاج كده احط تحت منها ورق الجرجير ده. هات لي كام ورقه جرجير كمان. ادي ورق الجرجير ده عشان يمتص اي زيوت او اي حاجه طالعه من الشوايه اهو. ابدا انا اقطعه كده اهو. لازم اقطعه قطع كده عشان طبعا يتشرب كل حاجه معايا. واحط عليه اللي هو قطع الدجاج، وباقي قطع الدجاج هقدمها مع الرز، او ان انا اقدم الرز مع لوحده على حده مفيش مشكله. ادي كل قطع الدجاج اهي بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو، او بالشكل ده كل قطع الدجاج قدمتها اهو، والرز اقدمه لوحده. واخد هنا المشروم واخده على جانب الطبق كده اهو. ادي المشروم اهو. ام ساره السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا ست الكل. الله يخليك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيبه ست الكل. تعالى شيلي دول. لو سمحت عايز اعرف مقادير عجينه السمبوسك. عينيا يا ست الكل. بس كده بالجرام ولا عايزاه بالكوبايه؟ لا بالجرام. عينيا برضه. ممكن اقدم اهداء لو سمحت؟ ممكن. ايوه اقدم اهداء. ممكن يا فندم ولا يهمك، تحت امر يا حضرتك. عيد ميلاد لما محمود علاء محمود النهارده، بقول لها كل سنه وانت طيبه. ماشي بنقول لها كل سنه وانت طيبه، واقول لك على عجينه سمبوسك بالجرامات. شكرا. تمام. احنا لو جبنا بالجرامات انا متعود ان انا اقول لكم بالكوبايه، بس ما فيش لا باس، ما فيش مشكله عندي بالجرامات. اللي هو هنجيب نص كيلو دي هنجيب كوبايه ميه، نحط النص كيلو على حده ونحط كوبايه الميه على حده. هنجيب معلقتين زيت زيتون مع معلقتين سمنه، وهنجيب كمان نص معلقه سكر ونص معلقه ملح، معلقه الشاي الصغيره. وهنجيب قطعه خميره لو حبينا عجينه سمبوسه تبقى منفوخه وكده وحلوه. وممكن نحيد الخميره اذا كانت على الطريقه اللبنانيه ما بيحطوش خميره، بس انا بفضل ان انا احط الخميره. طبعا نخفي المواد الجافه مع بعضها ونحط الماده الدهنيه، وبعد كده ننزل بالماده السائله. هتتماسك معانا العجينه. هنسيبها تختمر، نحط عليها فوطه حلوه نغطيها ونسيبها تختمر. وبعد ما تختمر نقطعها كويرات صغيره كده ونبدا نفرد ونعمل مقاطع صغيره بالمقطع العجينه السمبوسك. وبعد كده نحشيها لحمه او جبنه او سبانخ او خضروات او تونه او عجوه او الى اخره. اي حشوه على بالنا عايزين ناكل ايه احنا بنحشيها وبناكلها. ادي الرز اهو بيتشرب اهو، خلاص قرب يتشرب وهنشوف جميل حلو قوي قوي اهو. شايفين؟ انا عايز الكاميرا تيجي عليه اهو بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو. شايفين المشروم، شايفين الرز، شايفين الخضروات طالعه اللي هي الكزبره والبقدونس طالعه زي الفل. ده كان الطبق، اول طبق.
وهقدم معاه طبعا الرز اهو زي ما انتم شايفينه. الطبق سهل جدا ما فيهوش صعوبه. قطع الدجاج المشويه مع المشروم السوتيه بالكزبره والثوم، وحطينا ديكور لا باس بيه، ديكور بسيط كده حلو عشان شهر رمضان المبارك. لازم كل حاجاتنا تكون حلوه جميله شهيه من الدرجه الاولى. وطبعا احنا زي ما احنا عارفين ان الدجاج ال 100 جرام من الدجاج بيطلع 188 سعر حراري. لو عملناه بانيه هيطلع 240 ل 260 سعر حراري تقريبا. لو عملناه مثلا بصوص مشروم مع الكريمه مع الحاجات دي هيطلع 288 سعر حراري بدل 188. كل ما زودناه حاجه وزودنا الصوص وزودنا مقدار من المشروم او مقدار من الكريمه او مقدار من الزيوت او مقدار من ماده اي ماده دهنيه بيزيد قيمه السعر الحراري للطيور. والطيور سهله الهضم وسريعه الطهي وفي متناول ايدينا. طيب هنخش على الطبق اللي بعده. الطبق اللي بعده سهل جدا يعني في منتهى الحلاوه والجمال، اللي هو حساء العدس. زي ما قلت لكم حساء العدس هنشوف مع بعضينا شكله ايه. اهو هبدا ان انا اجيب اناء الطهي كده اهو. ادي اناء الطهي اهو معايا، وبص على الرز على بيتشرب اهو، واغطي على الميه دي. حساء العدس هجيب حساء العدس اهو. المساعد بتاعي جاب لي ادي الكمون، وادي كوبايه العدس، وادي جزر، وادي بطاطس، وادي طماطم، وادي طبعا بصل. لو تحب اشيل اول طبق ممكن اشيله، واول ما يتغرف الرز هغرفه لكم. اللي هو الرز بالمشروم. وطبعا واهو ادي اول طبق اهو بالشكل ده، نحطه كده اهو يبان يمين شمال، هيبان هيبقى زي الفل. طبعا حساء العدس زي ما احنا عارفين اول حاجه همسك البطاطس اقطعها كده اهو، بقشرها قشره طبعا سريعه كده اهو عشان اقطعها مكعبات صغيره. هي ثمره بطاطس كفايه قوي في طبعا حساء العدس. واول بعد ما انا قشرت البطاطسايه كده اهو، عندي جزرايه وعندي طماطمايه وعندي بصلايه. طيب انا هاخد شويه زيت خفيف كده اهو. لو حبينا نعمل حساء العدس الصعيدي بنحط له معلقتين صلصه او طماطمايه عشان يبقى محمر اللون، ده حساء العدس الصعيدي. اما حساء العدس الفندقي اللي انا بعمله امامكم، وعندي طبعا واخفقه بالميكسر ونشوف كل مع بعضينا كل حاجه حلوه جميله اهو. انا حطيت البصلايه وابدا اقطع البطاطايه كده اهو، اقطعها كده حتت صغيره اهو بالشكل ده اهو. وابدا اقطع برضو الجزرايه كده حتت صغيره كده. ليه انا بقطع الحاجه حتت صغيره؟ اللي طبعا دي حاجه كويسه ان انا لما اقطع الحاجه حتت صغيره بتستوي معايا بسرعه، بتستوي معايا بسرعه اهو. وابدا احط ادي البصل وادي الجزر وادي البطاطس. الله الله على حساء العدس المليء بالعناصر الغذائيه، المليء بالفيتامينات، المليء بالقيمه الغذائيه العاليه من البروتين والدهون والكربوهيدرات والماء والاملاح المعدنيه والفيتامينات اهو. ادي اهو ادي البصل مع الجزر. الله الله شايفين اهو بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو اهو. حلو قوي 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 جميل جدا اهو اهو. ادي البصل وادي الجزر وادي الطماطم وادي كل مكوناته اهو حطيتها انا بالشكل ده. والعدس ده تم مغسول. لما انا حبيت انقعه اديني توم لو عندك وانا لو حبيت انقعه بنقعه في ميه عشان يستوي معايا بسرعه. بنزل انا بالعدس كده اهو اهو. العدس الاصفر، كوبايه العدس الاصفر اهو اهو. افرمهم بقى. نزلت انا بالعدس كده، وعندي طبعا كمون احطه في الاخر خالص، طشه التوم مع الكمون. الله الله على العدس، العدس الاصفر حلو جميل وطبخه اللي مش محتاج تمثيل اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفينه حساء العدس. واشيل دول بقى على جنب كده. حساء العدس هبدا ان انا احط له شويه ميه مناسبين اهو. مش هكتر الميه عشان اولا لو احتاج ميه ممكن ازوده، ولما يجي انا اطحنه بالهاند بلاندر او بالميكسر يطحن معايا بسرعه اهو بالشكل ده. واجيب كل حاجتي ومكوناتي. لو حبيت احط له معلقه صلصه يبقى صعيدي، لا يا على الطريقه السعوديه وكده. ولو حبيت اسيبه زي ما هو مفيش اي مشكله اهو بالشكل ده اهو. ابدا اعمل هايجين كده، نظافه سريعه عشان مكاني، وطبعا نظافه حلوه. اديني الطبق غطا لحساء العدس يا عبد الرحمن اه. وابدا ابص على الرز. الله الله الله. الرز اهو في اللمسات الاخيره اهو. شايفين بتشرب ازاي؟ شايفين جميل ازاي؟ شايفين حلو ازاي؟ اهو تشرب اهو تشرب. وهبدا اغرفه دلوقتي اهو. كل المكونات دي بتاعت العدس. اول ما اعمل العدس ويستوي معايا هبدا ان انا هطحنه بالميكسر عشان يطحن معايا ويبقى ناعم، واحطه طبعا في بولة الشوربه اللي انا هعملها اهو. عندك ايه؟
اهو بالشكل ده اهو بدا اهو. عايز طبق اغرف فيه بوله في مقطع اهو. هبدا ان انا اغرف الرز هنا اهو كده عشان وعايز ديكور. ودي المنديل. وادي طبعا الخبز اللي هيتقدم مع العدس اللي هو الخبز المحمص ده بالشكل ده كده. طبعا ده عباره عن رغيف فينو بنقطعه او باكيت عيش بنقطعه سلايس كده ونحطه في فرن بيتحمص بالشكل ده. مش هقليه في القلايه عشان ما يشربش زيوت، لا انا بحطه في فرن سخن درجه الحراره 180 درجه مئويه، ما بياخدش ثواني وبيستوي معايا وبيتحمر بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو. ده الرز استوى اهو. الله الله على الرز الحلو الجميل اهو. استوى اهو شايفينه اهو. خد كام دقيقه؟ ما خدش 12 13 15 دقيقه زي بعضه، لا باس اهو بالشكل ده اهو. دخل فيه المشروم ودخل فيه الكزبره ودخل فيه البقدونس ودخل فيه الحاجات دي كلها اهو. هبدا ان انا اغرفه مع بعضين اهو. ادينا منديل ونشوف طبعا غرفه ازاي. ولازم الطبق اللي انا بقدم فيه، هات الطبق التاني، الطبق الاخضر. لازم الطبق اللي انا بقدم فيه يكون طبق اخر شياكه. ولازم ان الطبق لو فيه اي رواسب من الميه بمسحه كده اهو. لان طبعا في معلومات حلوه عن الغذاء والصحه والمطبخ، ان لما نغسل ادوات المطبخ لازم نجيب فوطه مطبخ ننشفها فيها، او مناديل المطبخ الورقيه اللي هي موجوده في الاسواق بننشف بيها الطبق قبل الغرف الحاجه اهو. ادي الرز اهو بالمشروم وبالبصل، وحطينا عليه طبعا الكزبره والبقدونس والحاجات دي كلها اهو. جميل قوي قوي اهو بالشكل ده. ده انا بغرفه في القالب ده عشان يدي رونق وجمال عند التقديم. وطبعا ده بيتاكل مع كل حاجه، مع الدجاج مع المشروم مع الحاجات دي كلها. وطبعا زي ما وضحت لكم ان طبعا الشعوب العربيه اكيل الرز في السنه تقريبا بيبقى الواحد بياكل 188 كيلو، بعكس اوروبا من 6 ل 8 كيلو. اديني منديل اهو بالشكل ده اهو. هبدا ان انا احط له ورديه كده اهو عشان يبان جماله وحلاوته وشياكته اهو. جماله وحلاوته وشياكته بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو. وابدا ان انا اخد له شويه هنا من الفلفل اللي طبعا اللي متقطع صغير بالشكل ده اللي عمله لي المساعد بتاعي اهو. وارفع كده اهو، اجيب كمان شويه فلفل كده وارفع كده اهو. ايه رايكم في حلاوته وجماله؟ ما خدش دقايق ولا حاجه في التسويه. وادي كام قطعه ليمون عشان ده رز بالمشروم. رز بالمشروم حلو قوي جميل. بنقدمه مع اي مشويات، سواء فراخ مشويه، سواء لحوم مشويه، سواء اسماك مشويه، اي حاجه بنقدمها مع الرز بالمشروم والكزبره والبقدونس. حلو قوي وجميل جدا وطعمه حلو، يعني هو الريحه طالعه جميله جدا. كل سنه وانتم طيبين. طبعا شهر رمضان بيحب الخير وبيحب طبعا الاكل الحلو الجميل، بيحب المائده دايما المعموره بشتى الوصفات وبشتى الطرق اهو. هبدا ان انا ابص على العدس. الله 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 الله، بدا بيستوي معايا اهو بسرعه اهو. بدا يستوي معايا اهو الغليان، عشان انا لما احط الحاجه مغليه شوربه او طبعا في حاجه هنا ناقصه، احط شويه الملح. ادي شويه ملح اهم. احط شويه، فين الجنزبيل اللي عندك؟ طبعا حطيت البصل وحطيت الحاجات دي كلها. احط شويه فلفل كده اهو. ادي شويه فلفل اهو مع العدس بيدي مذاق حلو. احط شويه كمون مع العدس مفيش مشكله اهو. شويه الكمون كده اهو. واقلب تقليبه حلوه تانيه كده واسيبه على النار عشان يستوي معايا. يبقى ده حساء العدس. حساء العدس قرب يستوي معايا. لو تحب اشيل الرز ممكن اشيله على المائده المعموره بشتى الطرق والوصفات من الاكلات الصحيه الشهيه من مطبخ الشيف نبيل السهل الجميل اهو. شيل دول من هنا الحله دي. بعد كده عندي طبق سهل جدا ما فيهوش اي صعوبه. هجيب له طبعا طبق كبير عشان ابدا ان انا اظبطه في قلبيه اهو. ممكن الطبق البرتقاني ده اجيبه. هات طبق برتقاني. الطبق ده كل ده بتاع العدس اهو. وده ديكور برضو الاطباق اهو. وده الطبق اللي انا هعمل فيه السلطه بتاعتي. السلطه بتاعتي زي ما احنا متعودين ان احنا لازم نعمل سلطه كلنا ناكلها كلنا نحبها. اول حاجه هجيب ورق الكرنب ده اهو. ورق الكرنب ده كده اهو. واعمل صوص فينيجريت بالخل والثوم والبصل اهو. خل والثوم والميه. سوري، صوص فينيجريت. خل وزيت وثوم وملح.
خل وزيت وتوم وملح، صوص فينيجريت بالثوم، خل وزيت وتوم وملح. بعد ما انا قطعت طبعا الكرنب كده اهو، هبدا ان انا هجيب دي الخيار واقطعه حلقات كده اهو. السلطه دي صحيه جدا، لان هي طبعا ايه احنا بنعملها انها تكون خشنه شويه وتكون طبعا كبيره شويه عشان ما نضيعش منها القيمه الغذائيه. وفي ميزه حلوه ان طبعا الخيار والحاجات دي ما بقشروش، اهم حاجه انا بغسله في ميه واحط في الميه خل عشان يتغسل معايا ويبقى صحي من الدرجه الاولى. وادي الطماطم كده اهو بالشكل ده كده اهو، ادي الطماطم اهي حطينا شويه هنا، ونجيب كمان كام وحدايه كده هنا كده اهو. ده ميكس سلطه على الطريقه الفندقيه، طبعا بيتقدم في دول العالم وفي الدنيا كلها وفي فنادق 5 نجوم بمصر وخارج مصر. هاخد انا بصلايه كده اهو، عايز بصلايه تكون انسيابيه شويه عشان اقطعها اهو بالشكل ده، برضو اقطعها كده. وبعدين البصلايه احطها في الخل. ليه بقى؟ عشان ما تعمليش يعني اكشن كده في الحاجه. خد اغسلي ده. ادي البصلايه ايه في الخل اهو، وابدا اجيب منديل معايا. البصلايه بالخل مهمه جدا، وابدا ارفعها البصلايه من الخل كده واحطها هنا اهو. تمام، حطيت البصلايه. بعد كده هجيب الفلفل ده، اخد منه برضو كام حلقه كده من الحلقات دي كلها اهو بالشكل ده، احطهم برضو على جوانب الطبق اهو، بغطي الخيار مفيش مشكله. واجيب طبعا كام الفلفل الاصفر ده كده اهو بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو. يبقى فلفل الاصفر والاحمر اعملهم بالتبادل اهو، تبادل كده اهو. وبعد كده هعمل ايه؟ هجيب انا اوراق جرجير واقوم مقطعها ناعمه جدا اهو، امسكها كده اهو واقطعها بقى ناعمه جدا جدا جدا. شايفين النعوميه بتاعتها اهي اهو. كل العدس بقى اطحنه واحط الجرجير هنا اهو كده. حطيت انا الجرجير هنا اهو كده، وادي العدس هناخده نطلعه من على النار عشان نطحنه عشان نشوف شكله ايه اهو. وبعد كده يبقى باقي لي هنا في ايه في السلطه، باقي لي طبعا البيض اهو. همسك انا البيض اهو، همسك البيض احطه كده اهو. ممكن برضو اقصه حلقات مفيش مشكله. ادي البيض ادي 2 هنا و2 هنا، واجيب كمان هنا كده. يعني دي السلطه مغذيه صحيه من الدرجه الاولى اهو. حطيت انا البيض كده اهو، احط تاني بيض كفايه قوي اهو كده، كفايه قوي اللي انا حطيته من البيض اهو. شايفين الطبق شكله ايه؟ شايفين الطبق عامل ازاي؟ واخد بقى شويه برضو كامل همسه البصل دي، واخد طبعا الخل ده. يبقى انا قلت صوص فينيجريت اللي هو بنحط ادي خل وادي زيت وادي زيت اهو، وادي توم وادي توم وادي ملح اهو، وادي ملح اهو، همسه ملح بسيطه اهو. واقلب صوص فينيجريت ده. ممكن صوص فينيجريت بالمستردة، هنحط المكونات دي ونحط معلقه مستردة. انا اجرب لكم واحط لكم معلقه مستردة معايا اهو اهو. مدام خديجه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايه رايك في طبق السلطه ده يا استاذه؟ جميل، تسلم ايديك يا شيخ نبيل. ده من ذوقك والله. كل حاجتك في منتهى الجمال بصراحه. ده من ذوق حضرتك. والعدس بقى عايزاه صعيدي ولا عايزاه عادي العدس ده؟ لا بصراحه انا مش هعمل عدس. ايه؟ لا جميل العدس بس انا مش هعمله النهارده يعني. تمام تمام. ممكن الصعيدي يعني نديله شويه صلصه طماطم او صوص طماطم. ماشي يا فندم. سؤالك بقى الحلو الجميل. ازي حضرتك يا شيخ نبيل؟ الحمد لله يا فندم والله. عبد الرحمن كويس؟ الحمد لله تمام. بص يا شيخ، انا كان عندي كشك صعيدي اللي هو الحتت اللي هو كشك صعيدي. الحتت دوت. مش مشكله نعمله لك على هوا ست الكل. ماشي، بس المشكله انا امبارح بحط عليه ميه عشان اغسله، راح فك من بعضيه كله ولقيته مملح كده. مملح؟ زي ما يكون في ملح. طبعا سبته مش عارفه اتصرف فيه ازاي. لا انا هقول هو كميه كبيره؟ لا ده بتاع كيلو كده يعني تقريبا، هو يعني زي كيس كده كان من بتاع كيلو يجي كيلو. يعني انت حسيت انه ملحه كتير؟ لا انا غسلته يعني، انا بشوفه بس كده لما قلت مكان الايد وكده يعني. تمام. واشوف قبل ايده فك من بعضيه كله وبدوقه كده لقيته مملح. بس في حاجه يا استاذه، انت حطيتيه بميه ساقعه. ميه ساقعه من الحنفيه. لا ميه سخنه، يتحط بميه سخنه ويطلع على طول. لا دي حاجه.
وتاني حاجه طلبت من حضرتك قبل كده الخضره شبت البقدونس احفظهم ازاي؟ ما قلتليش عليهم. البقدونس ايوه هقول لك دلوقتي حالا هقول لك. ومعلش حاجه اخيره، انا عايز بس السوبيا اعملها دلوقتي. عايزه ايه؟ السوبيا. عينيا. لسه ما عينيش. هقول لك على وصفه السوبيا 10 على 10. ايه رايك بقى؟ ربنا يخليك يا شيخ. هقولها لك الوقت، حضر نفسك اكتبها وانا واقف كده عشان ايه؟ اقول لك على مكوناتها بالتفصيل. شكرا لاتصالك وتابعينا في حلقه النهارده من المطبخ السالي الجميل مع الشيف نبيل. السوبيا، يبقى السوبيا هنجيب نص كوب صوبيا اللي هو بودر، وهنجيب تمر، وهنجيب نص كوب ارز، و3 كوب لبن. انا بكتبها عشان ايه ما تسقطش مني حاجه، وربع يعني ذرات قليله من ملح ليمون. انا هبدا اقولها لحضرتك دلوقتي، انا بكتبها دلوقتي ليه؟ انا ماسك الورقه والقلم بكتب الصوبيا في الورقه عشان ما انساش حاجه خالص. اول حاجه اجاوبك عليها، يبقى احنا هنحط هنا الصوص بتاعنا، الصوص فينيجريت اللي هنحطه مع السلطه. الله 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 على. وبعدين في نصيحه ان احنا عايزين ننصحها لكل المشاهدين في مصر وخارج مصر، لما نيجي نعمل سلطات بنعمل ايه؟ نعمل السلطات ونحطها في الثلاجه ونغلفها ببلاستيك رول، وقبل ما نبتدي نحط السفره نفرشها على السفره ونحطها على السفره، بنعمل ايه؟ بنديها صوص فينيجريت او صوص فينيجريت مستردة او بالثوم او بالانشوجه او زي ما احنا عايزين ناكل ايه. اديني بوله عشان اغرب فيها الشوربه، بوله ازاز كده حلوه مع طبق، والشوربه ايه جميله حلوه جايه في الجون بجد. طيب انا هعمل الشوربه ايه؟ هجيب لها طاسه صغيره واجاوب برضه على اسئله على طول، واعمل لها طشه توم بالكمون. اهم حاجه طشه التوم بالكمون بالنسبه للشوربه اهو. والحمد لله عندنا وقت، يبقى نجاوب على الصوبيا ونجاوب على البقدونس وحفظ البقدونس، اذا كان بقدونس اذا كان شبت اذا كان اي حاجه. احنا بنجيب ايه يا جماعه؟ احنا بناخد اوراق البقدونس نحش العيدان ونرميها، مش عايزين العيدان، بناخد اوراق البقدونس. بعد كده بنعمل ايه؟ بنفرمها بالسكينه. عارفين صوص البيستو بيتكون من ايه؟ من الريحان والثوم والسنيبر والجبنه البارميزان وزيت زيتون، 5 حاجات. لا احنا هنعمل ايه بقى؟ احنا هنحفظ البقدونس ازاي؟ هنجيب كيلو بقدونس او 2 كيلو بقدونس، عايزين نحفظهم لان البقدونس في الصيف طبعا الحزمه رفيعه قد كده اهو بنص جنيه. ده انا لما كنت في سوريا ولبنان والسعوديه كان الحزمه بتجيلي الحزمه لوحدها كيلو، مش مشكله، احنا طبعا ايه بنجيبها بنص جنيه، هم بيجيبوها هناك غاليه جدا. طيب احنا بنجيب اوراق بقدونس ونحشها ونفرمها ناعمه جدا، ونحط معاها معلقه جنزبيل ومعلقه زيت زيتون او 3 معالق زيت زيتون على حسب كم البقدونس اللي عندنا، ونجيب 4 معالق خل، ونجيب معلقه ملح صغيره، نخفي كل المكونات دي في الميكسر او الهاند بلندر ونعبيها ببرطمان. اهم حاجه يكون كم زيت مغطي، سواء ممكن ناخد زيت دوار شمس عشان نحفظه لان زيت زيتون غالي شويه، وبنحفظه في الثلاجه ممكن يقعد اسبوع 2 3 زي صوص البيستو بالظبط. يبقى احنا بدل ما حطينا سنيبر وجبنه بارميزان والحاجات دي كلها، لا احنا حطينا زيت زيتون، حطينا معلقه جنزبيل، حطينا شويه ملح بسيط، حطينا معلقتين 3 خل، عشان الملح والخل والحاجات دي ماده حفظ بتحفظ البقدونس المفروم في البرطمانات. لما نيجي نستعمله ممكن نستعمله مع اي طبخه اي اكله سواء فراخ، ممكن نحشي بيه طبعا الجمبري، نديله توم ونديله حاجات ونحشي بيه الجمبري يبقى حلو قوي. هبدا ان انا اعمل طشه العدس. الله الله على العدس الحلو جميل. طشه العدس مكونه من ايه؟ ادي شويه توم، التوم اهو، ادي التوم اهو، اديني معلقه، ادي طشه التوم اهي. الله على طشه التوم. بعد طشه التوم فيها شيف نبيل في طشه الكمون. خلصنا. شيل بقى دول كده يا بطل، تبهني شويه. خلصنا كل الحاجات دي. الله، طشه التوم وطشه الحاجات دي كلها طلعت جايه في الجون اهو، طلعتها من على النار عشان ما تحترقش معايا. هبدا اشيل طبعا الميكس سلطه طبعا بالبيض المسلوق اهو، واحطه هنا على المائده عشان نبدا نعمل شوربه العدس. شوربه العدس اهي بالشكل ده الحلو الجميل ده كده اهو. انا معلش سرعه في الاداء والحاجات دي كلها. شوربه العدس هبدا ان انا احطها معاكم كده اهو. ادي شوربه العدس الجميله الحلوه الشقيه اللبنانيه اهو. لازم تطلع بصفارها. لو قلنا على الطريقه السعوديه لازم ان احنا نديها صوص طماطم. وادي طشه التوم. الله، عامله شغل عالي قوي.
احنا عندنا الشيفات والطباخين على مستوى الدنيا كلها لازم يكون عنده حاسه الشم قويه جدا. طشه التوم ملت الاستديو، يعني حتى المخرجه وسام اكيد شماها، شم طشه التوم مع الكمون، والمصورين والحاجات الحلوه الجميله دي اللي امامي. هبدا اعمل ايه بقى طبعا في الشوربه دي؟ هجيب لها الخبز الجميل الحلو ده اهو، الخبز الحلو الجميل ده كده. الخبز ده هو اساس الشوربه اهو. لو حطيتها هنا مش هتقول لا اهو، مش مشكله اهي بالشكل ده اهي، مش هتقع ولا يحصل لها اي حاجه. هي دي كانت شوربه العدس الاصليه اللبنانيه، وطشه الثوم بالكمون دي اللي بتدي الشمخه وحاجه جميله قوي قوي. في سؤال تاني كان الصوبيا. الصوبيا زي ما انا قلت ان انا قمت على طول ماسي محضر طبعا فكري والحاجات دي كلها، انا بكتب عشان ما تنقصش حاجه مني. احنا بنجيب نص كوب بودر صوبيا من عند العطار، ده موجود. بنجيب تقريبا بتاع حوالي 8 كيلو تمر، 8 كيلو تمر، دي وصفه صوبيا من عندي 100%. بنجيب نص كوبايه رز مسلوق، نص كوبايه رز ابيض مسلوق، تمام. وطبعا التمر مقدار تمر شويه منزوع، طبعا طري، تمر طري منزوع طبعا النوى اللي فيه والعمق بتاعه، تمام. وبعد ما اجيب 3 كوبايات او 4 كوبايات لبن على حسب عدد افراد الاسره، وبعد كده بجيب ذرات بسيطه قوي قوي من ملح ليمون، واجيب 3/4 كوبايه سكر او كوبايه سكر على حسب كوبايه اللبن، واحط كل المكون ده مع بعضه، واطحنه في الخلاط. هيطلع صوبيا اصليه 100% يتضرب بيها المثل، صوبيا بطريقه شيف نبيل. انا كل اكلاتي ببتكر فيها زي ما انا عايز، لان طبعا المطبخ السالي جميل مع الشيف نبيل. نقولها مره تانية عشان كله يعملها. بنجيب نص كوبايه صوبيا، بودر صوبيا، وبنجيب طبعا 10 وحدات تمر منزوع النوى ومنزوع العمق بتاعها، وبنجيب نص كوبايه 3/4 كوبايه سكر، و3 كوبايات لبن، وبنجيب ذرات قليله من ملح ليمون، ذرات قليله بس عشان يبقى فيها مزازه كده وحاجه بقى ايه اكشن كده. زي مثلا لما نيجي نعمل الفتوش بنديله عصير ليمون، لما نيجي نعمل مثلا الفراخ المشويه نديها عصير ليمون، بتدي مزازه حلوه. مزازه في الصوبيا بتبقى حلوه قوي قوي. ونجيب نص كوبايه الرز مسلوق، ده مهمه جدا في الصوبيا، مع التمر، مع بودر الصوبيا اللي جاهز، مع اللبن، مع الحاجات، مع السكر، كل ده نحطه في قلب الميكسر هيطلع A1، او في قلب الخلاط قصدي هيطلع A1. ولازم نسقعه كويس قوي قوي، ونبدا بقى نسكبه نفضيه في قلب الكاسات ونقدمها على افطار رمضان. ده بالنسبه. اما الطبق اللي بعده بعد ما قدمنا طبعا العدس وبعد ما قدمنا الحاجات الحلوه الجميله دي كده كلها، هنقدم بعد كده طبق حلو جميل. طبعا كان الطلب مني من المشاهده، طلبته مني، فانا بلبي كل طلبات المشاهدين في مصر وخارج مصر. ايه الطبق ده يا عبد الرحمن؟ ممكن حتى عبد الرحمن يعمله لنا يعني. الطبق ده سهل جدا هنعمله مع بعضينا، اللي هو طبعا البطاطا الحلوه، ارخص حاجه في السوق طبعا البطاطا دي حلوه. هنقدمها ازاي؟ هنقدمها مع بعضينا دلوقتي. عايز بوله بقى ازاز، وعايز بايركس ازاز، واغسل ايديا عشان نعمل لكم الطبق الحلو اهو. هبدا ان انا اجيب الاناء ده معايا كده اهو، وامسح ايديا في منديل اهو، واقول مكونات الطبق. هناخد الشوربه دي على جنب، عايز بايركس مربع، وادي طبعا البطاطا الحلوه اهي، وادي كريز تليفون من تاني ماشي اي اهو. وانا اشيل العدس من هنا عشان يدي مجال معايا اهو بالشكل ده اهو. طبعا السفره اتملت بالاطباق الحلوه الشهيه اهو. وابدا اشيل كل المكونات دي عشان تفسح مجال معايا اهو. ده عندي فانيليا، وعندي تمر، وعندي فستق، وعندي جوز هند، وعندي سكر بودر اهو، شيل دول. وعندي طبعا ده اللي هو البطاطا الحلوه
دي البطاطا اهي زي ما انتم شايفينها. هبدا امسك انا البطاطا الحلوه دي كده اهو، وعندي سمنه اهو، دول 2 بطاطا حلوه فوق الكيلو. فين السمنه؟ اهو. وابدا اجيب، هات لي حله ثانيه، وابدا ان انا اهرس دول. دي بطاطا بتتسلق بالشكل ده وبتتقشر، وادي اناء طاي. هبدا ان انا اهرسهم كده اهو. اهو بهرس انا كده اهو في الحاجه دي اهو بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو. لازم اهرسهم بالهراس كده اهو بالشكل ده عشان يتهرسوا كويس قوي قوي. ده الهراس ده موجود في الاسواق، بنهرس بيه البطاطا اهو. هرست انا البطاطا بعد ما انا سويتها بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو، عشان تبقى معايا. فين البايركس المربع؟ اهو بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو. اهو شايفين عامله ازاي؟ اهو اهي بالشكل ده كده اهو. انا هرستها كده اهو. عندي طبعا كريز، وعندي تمر، وعندي فستق، وعندي فانيليا. هاخد شويه الفانيليا دول كده اهو معاها اهو. ادي شويه الفانيليا اهو، وادي اناء الطهي على النار بيسخن اهو. واخد شويه جوز هند هنا كده اهو برضو معاهم. وما انساش هاخد حاجه تانية برضو حلوه، ان انا هاخد ايه اهو. اديني اغسل لي المعلقه دي، خد اغسل لي المعلقه دي. واخد حاجه هنا حلوه، سكر البودره اهو. ادي سكر البودره اهو. واقلب كل المكونات دي معايا اهو. ام جوزيف السلام عليكم. بطاطا الحلوه يا ام جوزيف. عليكم السلام يا شيخنا. ام جوزيف لبيت لك طلبك اهو. ايوه ربنا يديك الصحه ويخليك. ماشي شكرا. انا بسمعها معاك وبعملها معاك حاليا اهو. الله يبارك لك والله. ربنا يديك الصحه. طب لو انا هشويها يا شيخ نبيل بس اشويها على العين من فوق ولا في البوتاجاز من في الفرن؟ ايوه. لو انا هشوي البطاطا اشويها من على العين من فوق ولا؟ لا انت مش هتشويها، انت هتسلقيها يا ام جوزيف. انا قلت أيوة. بطاطا مسلوقه اهي. بصي مسلوقه اهي اهي. احطها في الفرن ولا احطها على العين من فوق؟ البطاطا انت قلتي عايزه البطاطا الحلوه. البطاطا أيوة الحلوه لا لو انا هشويها لما انت بقى تشويها، يعني انت هتعمل صينيه البطاطا الحلوه. لما تيجي تشويها بقى البطاطا المشويه خلاف كده، بتحطيها على الرف الوسطاني في الفرن، ويكون الفرن متولع عليها بربع ساعه. ماشي تسلم. تستوي معاكي بسرعه زي الفل وتشوي، بتبقى بطاطا مشويه. الله الله على البطاطا المشويه الحلوه الشهيه. وادي البطاطا نعملها ونقدمها مع بعضينا ونشوف هنقدمها ازاي. انا معاكي يا ست نبيل برضه. شكرا يا ست نبيل. تمام. الله يسلمك. وانا بلبي كل طلبات المشاهدين، هي كان طلبتها. هاخد انا السمنه دي على النار كده اهو، اسيحها اهو. ادي قطعه سمنه اهي كده اهو، لان هي طبعا اهم حاجه السمنه دي في البطاطا الحلوه اهو بالشكل ده كده اهو. اهو بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو. اهو واجيب طبعا حاجه بايركس او كده واحط عشان احط فيه الطريقه اللي انا هعملها بيها اهو. امسك هنا همسه بسيطه من السمنه دي كده اهو، هنا في قلب البايركس كده اهو. اهو همسه بسيطه اهو كده اهو. اهو وابدا ان انا انزل بدي اهو. اهو هنزل انا بيها كده اهو، اللي هي البطاطا المسلوقه اللي انا سلقتها وقشرتها. وسلق البطاطا ما بياخدش اكتر من 35 دقيقه في ميه مغليه على النار. ممكن نحط مقدار ميه مناسب قليل ونسيبها على نار هاديه هتسوي معانا بسرعه. لو حبيت انا بس ما بقولش انها نشويها وبعدين نعملها صينيه بطاطا. ليه؟ عشان لو احنا شويناها هيبقى في هنا مشكله. الشوي هيخلي البطاطا لونها مسمر شويه من بره، فانا عايز تكون هي بلونها الطبيعي. البطاطا الحلوه الجميله بلونها الطبيعي اهو. هبدا ان انا اجيب كلوش كده ولا حاجه بالشكل ده، وابدا ان انا احط مقدار برضه من السكر البودره كده معايا، اللي هو 4 معالق سكر بودره عشان يحلي معايا البطاطا. شيل بقى دول كده وهات الطبق ده. وابدا ان انا هقلب السكر مع البطاطا كده بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو. اهو شايفين عامله ازاي اهو. اهو بالشكل ده اهو كده هي استوت معايا زي الفل. هبدا ان انا اما احطها في اطباق صغيره او احطها في طبعا في طبق زي ده كمان اهو. بلاش طبعا ده، واحطها في اطباق صغيره بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو بالشكل ده. هنشفه طبعا عشان لو في ميه او في حاجه ينشف اهو. وادي ده كمان اهو. وابدا امسح مكاني كده انضفه كويس اهو. هي دي البطاطا الحلوه. شوف طريقتها سهله ازاي. هبدا ان انا احطها هنا اهو كده اهو
ماشي. واجيب سكينه نظيفه، اديني سكينه عبد الرحمن اهو. الشيف محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذ محمد، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. خلطة الكفتة. اهلا وسهلا بحضرتك. عاوز اعمل خلطة الكفتة. عايز تعمل خلطة كفتة. خلطة الكفتة. خلطة الكفتة، عينيا حاضر، عينيا حاضر. بس كده، شكرا يا استاذ محمد على اتصالك، بس كده شكرا. وتابعنا في حالة النهارده. طبعا هجاوبه على خلطة الكفتة، وهبدأ ان انا هعمل الطبق بتاعي ده. اولا لازم ان انا اسويه كده طبعا بالسكينة، وممكن اخد له برده الشوكه، اعمل له حزوز واعمل له حاجات كده حلوه. وفي سكيليبر بيعمل حزوز كده في قلب الحاجه. انا سويته كده، وابدا ان انا اساوي ده برده كده عشان يبقى في الطبق بطوله. وممكن احط ده الطبق ده يتحط دقيقتين 3 في داخل الفرن اهو بالشكل ده كده اهو. هبدا دي البطاطا الحلوه، ممكن نعملها بايركس مفيش مشكله، بس هي كده بتبقى حلوه بالشكل ده عشان ونحطها في التلاجة بس بعد ما نديها الديكور المناسب بتاعها اهو. افتح كده برضو بالشكل لحد الاخر كده اهو بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو. وبنجاوب على البطاطا الحلوه. البطاطا الحلوه ايه عباره عن ايه؟ وادي السكينه هعمل لها كده حزوز كده اهو بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو. ادي البطاطا الحلوه دي، الله الله عليها، حلوه جميله شقيه بالشكل ده اهو. ده اول طبق. تاني حاجه اهو هوسع مجال كده عشان نشوف طبعا كل حاجه امامكم اهي. وتاني طبق اهو هبدا ان انا هعمله كده اهو. لازم اعمل له طريقه برده حلوه انه يطلع معايا بالشكل المناسب اهو بالشكل ده كده اهو. عملت انا دول كده اهو. هبدا ان انا اجيب وحدات الكريز واحطها على جوانب الطبق كده اهو او بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو. وممكن انزل في برضو هنا بالشكل ده كده اهو. ادي وحدات الكريز. وياخد طبعا اللي هو مبشور جوز الهند انزل بيه كده اهو هنا كده اهو. ادي مبشور جوز الهند بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو. واخد كمان هنا برضو على الجنب ده مبشور جوز الهند كده هعمله بالشكل ده كده اهو. اهم حاجه واخد لها بقى التمر اللي هو الطري اهو. ادي التمر الطري اهو باخده برضو ده منزوع كل حاجه من جواه. واخده بين جوانب طبعا الكريز كده اهو بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو. شوفوا الطبق طالع ازاي، طالع حلو ازاي، جميل ازاي، شياكته ازاي. وهاخد هنا شويه فستق عشان ما ازعلش حد مننا. انا جايب فستق على قد يعني احنا لما نجيب برضو نجيب على الحد. واخد انا هنا برضو اهو الجوز الهند رشه كده جريئه كده اهو. ولو حبيت ان انا احط معلقه سمنه هات لي طاسه كسرولة واحط معلقه سمنه على النار وترشها عليه مفيش مشكله. دي طبعا دي طريقتي. اخد طبعا اللي هو الفاكهه الدراي، ادي شويه فاكهه دراي. واخد هنا التمر بالشكل ده. هي طرق تقديم كتيره قوي لازم بنقدمها مع بعضينا عشان نشوف الحاجه الحلوه اللي احنا نكسبها والمعلومه الحلوه القيمه اللي احنا طبعا نكسبها في تقديم اطباقنا اليوميه. بالنسبه لخلطه الكفته، خلطه الكفته عايز كفته نحاتي او عايز كفته مثلا فيها كم من طبعا نسبه الدهون. نسبه الدهون بتدي التماسك اذا كانت هي مشويه على السيخ. فبنجيب مثلا الكيلو بنحط له من 75 ل 100 جرام ليا ونطحنه معاه مع الكفته مرتين مع البصلايه مع الملح مع فلفل مع الكمون مع الجنزبيل مع مبشور جوز الطيب. هتطلع كفته جميله جدا جدا. لو حبينا نعمل الكفته من غير الدهون ومن غير الحاجات دي بنجيب لحمه ملبسه ونجيب 4 معالق بقسماط ونخلطهم مع كفته مع قطعه بصل صغيره مع معلقه بقدونس صغيره مع الملح مع الفلفل مع مبشور جوز الطيب زي ما احنا عايزين ونخلطها خلطه حلوه فرمتين طبعا. وبعد كده نشكها في سياخ خشبيه. اما اديكها سياخ معدنيه وبتشوي على فحم عشان بتشك. ان بديكها ممكن نعملها على صابع ونشكها في السياخ بتبقى سهله جدا اهو. شايفين ده كان برضو منظر تاني. لو حبيت ان انا احط معلقه السمنه دي هنا اهو وترشها طشه حلوه على وش طبعا البطاطا الحلوه اللي انا بقدمها اهي مفيش اي مشكله. وادي شويه فستق هنا كده اهو. بصراحه بجد طبق طبعا حلو يسير له اللعاب
قبل تذوقه في شهر رمضان المبارك اهو. والم كل المكونات دي كلها وتعمل طشه اللي انا عايزها، طشه السمنه اهو. الله الله الله، عايز احط همسه بسيطه، اجيب المعلقه واخد بيها عشان ايه ما اكترش اهو، عشان تدي طبعا طعم حلو، لمعان جميل. ومش مشكله لو حبينا نحيدها ممكن نحيدها عشان نقول مش عايزين دهون كتيره، مفيش مشكله زي ما انتوا عايزين. زي انتوا فاكرين العجوه لما كنا بنعملها زمان واحنا صغار، نعملها العجوه دي ونعملها بالسمنه والحاجات دي كلها. لا انا عملت بقى البطاطا واديتها 8 معلقتين سمنه وسلقت البطاطا 35 دقيقه في ميه مغليه على النار، ومقدار الميه نص الاناء مع ال5 وحدات بطاطا او ال4 وحدات بطاطا. وبعد كده قشرناها، سيبناها تبرد وقشرناها، وبعد ما قشرناها طحناها بالمطحن اللي هو اللي بنطحن بيه البطاطا. وبعد كده حطيناها على النار مع معلقه السمنه، وادينا السكر بتاعها مناسب عشان نفرد ايه مش مسكره شويه. وادينا لها مبشور جوز، طبعا مبشور جوز الهند الناعم، وادينا لها طبعا الفاكهه المسكره. مين؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا بطل؟ الله يسلمك. عامل ايه؟ الحمد لله. وعامل ايه في رمضان والصيام عامل ايه معاك؟ الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. الله الله عليك ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله في كل وقت وفي كل حين وفي كل لحظه. طلباتك يا بطل؟ عايز اعمل كنافه بالمانجا. عايز تعمل عايز كنافه بالمانجا؟ الله اكبر عليك، انت ذواق. انت ذواق. اسمه زياد؟ زياد انت ذواق يا زياد. عينيا حاضر هجاوبك على الكنافه بالمانجا، ده سهله جدا يا زياد. شكرا وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم. هنجاوب طبعا الاستاذ زياد على الكنافه بالمانجا. احنا بنجيب الكنافه الشعر طبعا من عند كنفاني وكده، وبعد كده بنمسكها نفتلها بايدينا كده لحد ما نغربلها كده ما تبقاش متماسكه مع بعضيها. وعشان نعمل كنافه بالمانجا بنجيب معلقه سكر ومعلقه سمنه ونفركها كده بايدينا، معلقه سكر بودر مع معلقه سمنه ونفركها كده بايدينا. وبعد كده بنجيب صينيه طيب ونجيب الصينيه ونفرشها، هات الاطباق يا عبد الرحمن. ونجيب الصينيه ونفرشها، نفرش ندهنها بالسمنه ونفرش طبقه الكنافه الاولانيه. وبعد كده نجيب المانجا ونطلعها طبعا شريحات المانجا من جواها، شريحات المانجا من جواها. وبعد ما نطلع شريحات المانجا نقطعها قطع صغيره وناخدها طبعا في طشه سمنه يا ريت على النار، في طشه سمنه بسيطه كده على النار. وبعد كده بنديها طبعا مع المانجا، ممكن نديها جوز هند مبشور ناعم ونديها برضو مع المانجا زي ما احنا عايزين، ممكن كفايه المانجا خالص. بعد كده هنديها نجيب طبعا نفرش فرشة الكنافة ونحط الصينية على النار عشان تاخد الجريتان من تحت، الاحمرار من تحت، وتبقى كده حلوة مرمشة. بعد كده هنجيب طبقة المانجا في النص في المنتصف، اللي المانجا فيليه اللي قطعناها. وبعد طبقه المانجا ممكن نشكل مع المانجا زي ما قلت جوز هند او اي حاجه لو حبينا، يعني لو حبينا بندي طعم فوق المانجا جميل. بعد كده بنحط الطبقه الثانيه ونجيب صينيه اصغر من صينيه الكنافه اللي احنا بنعملها ونضغط عليها برفق وحنيه كده عشان تاخد الداير بتاعنا الحلو الجميل. هنجيب معلقه سمنه على وشها، وحطينا معلقه سمنه من تحت هندخلها درجه حراره متوسطه في الفرن. بعد ما تستوي يحمر من فوق وتحت نقلبها عشان تحمر من تحت، ونقلب عشان تحمر من فوق. وبعد كده نعمل الشربات اللي هو كوبايه ونص سكر مع كوبايه ونص ميه مع قطعه ليمون مع فانيليا، ونحطهم على النار عشان يتكون معانا الشربات. لما امسك المعلقه كده وارفع كده الاقي فعلا بقى شربات حلو جميل، يعني شبه بخيوط كده اهو. هبدا ان انا اول ما اطلعها وهي سخنه احط الشربات يكون بارد احطها عليها واقدمها تبقى زي الفل لوسام ابننا الحلو جميل. طيب اختي يا استاذه،
طيب الاستاذه وسام بتقول لي اختي من مخرجه، طبعا كان نفسي اقضي وياكم وقت اكتر من كده عشان طبعا نقدم لكم حاجات كتيره قوي قوي قوي. انا عايز كل يوم اقدم لكم بدل الاربع اصناف اقدم لكم 5 6 اصناف. دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون نالت اعجابكم وحاز رضاكم. كان معاكم الشيف نبيل عبد الله على مدار الساعه من استوديو 37 قناه العيله. شكرا طبعا للمصورين اللي ابهروا اطباقنا وصورونا وخدوا الطبق يعني بدرجاته واحده واحده لحد ما يخش على المشاهده وفعلا تقدر تقتنه تعمل فيه اتقان وتعمله لكل افراد الاسره. شكرا ليكم جميعا، واللي ما شافش حلقتنا النهارده ممكن يشوفها في الاعاده من 1 ل 2 بعد منتصف الليل. وشكرا طبعا لمساعد عبد الرحمن، تعالى عبد الرحمن. شكرا لمساعد عبد الرحمن اللي طبعا عمال لي يناولني وتعب معايا في الحلقه اللي انا قدمتها لكم. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.